انه لا بد من حل هذه المشكله، يعني الناس مشخصين المشكله ومتفقين على الهدف، لكن الوصول للحل هو الاختلاف وهو المؤخر الناس. في الاتفاق الاطاري كنتم متابعينه وقعت عليه بعض من القوى السياسيه. احنا بنقول انه الاتفاق الاطاري القوى اللي وقعت عليه ليست كافيه. احنا دايرين حد ادنى معقول ومقبول لتحقيق الاستقرار السياسي والاستقرار في كافه، لانه كله بينعكس على الامن وعلى الاقتصاد وغيره وغيره. انه احنا ندعو كل الاخوه الموقعين على الاتفاق الاطاري انه يفتحوا صدورهم ويقبلوا الاخرين. صحيح ما ممكن ما كل الناس حتجي، لكن يبقى برضه اتفاق متوافق عليه بدرجه مقبوله من الناس، لانه ما في توافق كامل. الله اكبر الله اكبر، ما في توافق كامل. لكن المجموعه الموجوده في الاتفاق الاطاري القوى السياسيه والعسكريه الموجوده ليست كافيه لحل المشكله السياسيه بكل صراحه. الله اكبر واللي بنأكده انه القوات المسلحه هي خارج العمليه السياسيه، والصحيح انها خارج العمليه السياسيه. احنا عندنا عهد مع الشعب في خطاب معلن في 4 ايام ان القوات المسلحه خارج العمليه السياسيه، وان هذا شأن مدني، وان القوات المسلحه على مسافه واحده من كافه المبادرات. وتم تأكيد على هذا القول وهذا الخطاب في الجمعيه العامه للامم المتحده في الدورة رقم 67. لكن بعض الظروف افترض انه القوات المسلحه ترجع وتكون جزء من هذا الحوار، لكن لن تمضي فيه ما لما تاتي قوى اخرى معقوله ومقبوله، لانه في النهايه يا جماعه الحل اللي بيطلع من الاتفاق الاطاري او اي اتفاق هو مسؤوليه حمايه ومسؤوليه القوات المسلحه. إذا كان المخرج دستور قانون القوات المسلحة معنية بالدستور، عشان كده ما تجيب لي دستور ناقص بتاع 10 أنفار تقول لي يا حبيبي. جيب دستور متوافق عليه ونحمي لك وملتزمين. دي مسؤوليتنا القانونية في القوات المسلحة. وأيضا مسؤوليتنا القانونية في القوات المسلحة إنه نص موجود في قانون القوات المسلحة هو تأمين سيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي.